ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى حاجة حلوة كده بالليل. هنعمل بودنج الشوكولاتة او كريمة الشوكولاتة بأبسط المكونات وكلها حاجات موجودة في البيت. يلا كده اقول لكم الاول المقادير. هحتاج كده 4 كوبايات لبن، تقريبا لتر لبن يعني. هفضي كده 4 كوبايات، مش لازم يكون مغلي لان كده كده انا هرفعه على النار، بس المهم ان هو دلوقتي يكون ساقع وبارد يعني، عشان ادوب فيه مكوناتي. اخر كوبايه كانت لسه متلجه، فانا حطيتها برضو، قلت هي كده كده هتسيح يعني. حطيت هنا 3 معالق دقيق، انا بنخلهم. وهحط 3 معالق نشا او معلقتين نشا، وهحط معلقتين كبار كاكاو خام. يبقى حطيت الاول 4 كوبايات لبن، 3 دقيق، 2 نشا، 2 كاكاو، وحطيت كوبايه سكر. هدوب بقى كل ده مع بعضه كويس جدا، عشان كده لازم اللبن يكون ساقع. ندوب مع بعضه كله كويس جدا قبل ما نطلعه على النار. طبعا اللبن المتجمد ده لما اول ما احطه على النار هيسيح على طول. هنا تقريبا كان كده تمام. كان عندي كده قطعتين شوكولاتة هنزلهم كمان فيها عشان الطعم بس، برضو هي هتسيح معاها على النار. طبعا ايدي في التقليب بقى، وهو طول ما هو على النار انا ما اسيبش التقليب عشان ما زي الكريمه كده ما يكلكعش ولا يعمل، لازم افضل اقلب فيه. هنا كان بدأ يتقل معايا خلاص اهو. كان تقل معايا كده بقى جميل جدا. بس كده هو ده القوام اللي انا عايزاه. اول ما يطلع فقاقيع كده بقى خلاص، هضيف له بقى قطعة زبدة وفانيليا. فانيليا سايلة او باكت مش مشكلة، اي حاجة. اتأكد بس ان الزبدة ساحت فيه. هنا كان خلاص بقى تمام. هبدأ ان انا بقى اقلبه في الكوبايات بتاعتي او الكاسات او الاطباق اللي انا هحط فيها. انا هنا عملته كله في الطبق البايركس ده. كده كده هو بيتاكل بالمعلقة، فمش هتفرق اطباق كبيرة من اطباق صغيرة. هو قوامه حلو جدا. احطه بقى في التلاجة 3 ساعات، اقل حاجة 3 ساعات. هنا كمان انا كنت سايباه حوالي 4 ساعات. اول ما قلبته اتقلب ما شاء الله على طول، عامل زي الجيلي يعني، بجد كان جميل. طبعا بقى الاساسي رشة كاكاو كده عليه من فوق. هقطعه كده من جوه، اقطع حتة عشان اوريكم من جوه. بس خلاص. يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم، ويا رب تجربوها. بصوا كمان عالية ازاي زي الكيكة. باي باي.